خش مصحة، يعني بتكلم بجد، خش مصحة. لو مين مات بره تركيزك مش هيخرج اصلا من الاوضه ومن الحاجه اللي انت بتعملها. فتره حلوه بجد، وكتجربه انا فعلا بطبق الحاجه دي دلوقتي. بسم الله توكلنا على الله. التشتت وفتره التركيز وقله التركيز وزياده التركيز والكلام ده كله، والكلام اللي بقى عامل لنا هاجس في حياتنا وقرفنا في حياتنا. الواحد ما عادش عارف حتى يكمل 5 دقايق وهو مركز في حاجه. يعني انا عايز اقول لك، وانا بكتب السكريبت بتاع الفيديو ده اصلا، يعني انا اتلخبطت، دخلت في 50 موضوع بعيد عن السكريبت، بعيد عن النقاط الاساسيه اللي انا كنت بكتبها. انا قاعد بكتب النقطه الاساسيه، هنتكلم في كذا، هنتكلم في كذا، هنتكلم في الفتره الطبيعيه بتاعه تركيز الانسان، هنتكلم في الفتره اللي الانسان بقى فيها دلوقتي وان هي قصرت جدا. وانا بكتب المواضيع او النقاط الاساسيه اللي انا هكتب فيها واتكلم فيها، يعني دخلت في مواضيع كتير، لقيت حشو كتير في النص، لقيت كلام كتير ملوش علاقة. ذهني اتشتت، وبعدها سرحت اصلا، رحت في حتة تانية وقعدت افكر في حاجة تانية. انت لو ملاحظ، الواحد مننا يعني زمان كان ممكن يقعد 3 4 ساعات مركز في حاجة واحدة، ممكن يقعد بال6 ساعات لو الدنيا مزنقة معاه قوي ومش عارف ايه، برضه قاعد مركز في الحاجة اللي هو عامل فيها، وتركيزه منصب في حاجة واحدة، ما بيروحش في حاجة تانية. انما دلوقتي ما بقيناش نقعد نكمل نص ساعة على بعض حتى مذاكرة، ما بقيناش نعرف حتى واحنا بنتفرج على التليفون يعني او اللابتوب، لازم تفتح حاجة تانية جنبها عشان تسكرول وتشوف 5 دقايق هنا و5 دقايق هنا، دقيقتين هنا ودقيقتين هنا، حتى وانت بتضيع وقت مش عارف تركز في تضييع الوقت ده اصلا. فاللي هنتكلم فيه الأول أصلا هي الفترة الطبيعية بتاعة تركيز الإنسان. يعني الإنسان من الطبيعي يكون مركز قد إيه؟ يعني أنت لما بتيجي تحط التابلت أو قدامك أو اللابتوب أو أيا كان الكتاب أو أيا كان اللي أنت شغال فيه فتحته، أنت بتحتاج يعني ربع ساعة 20 دقيقة كده على ما تخش في المود وتركز وتوصل لحالة اسمها الفلو. يعني انت تركيزك كله هنا. الفلو دي انت مركز جدا، يعني مش هتبص حواليك تشوف ده ايه اللي هناك وتشوف ده ايه اللي هناك. الفلو دي انت خلاص بقى دخلت في المود، جاهز جدا ان انت تكمل بقى وتخش في فترة التركيز الكبيرة. اكتر فترة ممكن الانسان يركز فيها، يعني لو الحاجة جامدة قوي ومش مش تخليك تتشتت ومفيش حاجة حواليك تتشتت والكلام ده، ساعتين 3 ساعات. لو انت جامد قوي يعني ما شاء الله عليك. امتى بقى نبدأ نتشتت نبص ده في السقف والمروحة، وده في كتاب هناك مش عارف بتاع ايه هو محطوط كده ليه، وده في هنا كومودينو عليه ده. غير كده الإنسان فترة التركيز الطبيعية بتاعته بقت قليلة جدا، يعني توصل لتلت ساعة بس. يعني الإنسان ما يقدرش يركز دلوقتي أكتر من تلت ساعة نص ساعة. يعني لو بص جامد قوي ما شاء الله عليه، يعني الله يبارك له، هيركز ساعة كاملة. ده إنسان مختم الدنيا ما شاء الله عليه. إزاي حياتنا هي اللي عملت كده؟ بص، أنت التليفون في إيدك طول النهار. أطول فيديو أراهنك، أطول فيديو شاهدته يعني على التيك توك مثلا، أطول فيديو قعدت تتفرج عليه يعني 30 ثانية. ما قلبت 30 ثانية قلبت. في فيديوهات من أول ما يظهر أصلا قدامك 5 ثواني قلبت، 5 ثواني قلبت. فانت مخك شاف معلومه، بعدها قلبت شاف معلومه، قلبت شاف معلومه، قلبت شاف معلومه، وهكذا وهكذا وهكذا. عندك 5000 معلومه بتتفرج عليها في اليوم. يعني لو ما بتستخدمش التليفون قوي 500 فيديو انت اتفرجت عليه في اليوم، ويا ريت الفيديو الواحد فيه معلومه واحده، يا ريت الفيديو الواحد فيه شوت دوبامين واحد. يعني انت الفيديو اللي انت بتشوفه ده مش بس انت بتشوف معلومه والكلام ده، لا، بتاخد هرمونات سعادة، تحفيز وحزن أحيانا. لو شفت فيديو ما عجبكش، غضب، جسمك بقى بيفرز كمية هرمونات يعني فوق المستوى الطبيعي بمراحل مراحل المراحل كمان. وغير كده البيئة اللي انت قاعد فيها، يعني الأوضة حواليك، يعني هتيجي على المكتب هتذاكر، أنا أهو عامل إيه عشان أعرف أركز، عشان أقدر أشتغل في حاجة واحدة بس، هو بس البتاع اللي قدامي. انما انت بتيجي على المكتب، في هنا كتاب، في هنا كوبايه شاي، في هنا كوبايه قهوه، في هنا نظاره، في هنا ساعه، في هنا مش عارف ايه، في هنا تليفون، في هنا باور بانك، في هنا شاحن، في المكتب كله اصلا يعني. وده متر في نص متر، يعني حاجه صغيره جدا في الاوضه اللي انت قاعد فيها. المكتب فيه مليون حاجه، فيه مليون انبوت او مليون اختيار قدام مخك. انت عشان تركز ما ينفعش يبقى فيه الحاجات دي كلها قدامك، لازم يبقى فيه حاجه واحده، الحاجه بس اللي انت هتشتغل عليها. ما بالك بقى بباقي الأوضة؟ احنا اتكلمنا عن المكتب بس، ما بالك بقى بباقي الأوضة. في جنبك سرير، في جنبك دولاب،
في جنبك مش عارف ايه، في جنبك ادي نضاره اهي، اهي نضاره. هتلعب تقعد انت تلعب فيها شويه، تفتح تقفل. ده ماركة مش عارف ايه، ده انا كنت جايبها بكام، ده انا كنت جايبها مش عارف منين. ما ينفعش الحاجات دي كلها تبقى معاك، ما ينفعش الحاجات دي كلها تبقى حواليك لو انت عايز تركز. نرمي بس النضاره دي عشان نركز. ايه الحل بقى في التشتت وان الانسان ما انا عايز اركز، انا عايز اقعد اذاكر او اقعد افكر في حاجه واحده، اقدر اقعد افكر فعلا في حاجه واحده لمده طويله، اقدر اقعد اتفرج على فيديو واحد يعني نص ساعه. الحاجه دي اعتقد ناس قليله جدا اللي بقت بتعملها، ان هو يعرف يقعد يتفرج على فيديو نص ساعه على بعضه. انا بقى عايز الحاجه دي اعمل ايه؟ اخش مصحه، يعني بتكلم بجد، اخش مصحه. كلنا والله العظيم بقينا محتاجين نخش مصحه. مش مصحة اللي هي هروح ويربطوني والبلطو الابيض ومش عارف ايه والبس البتاع بالشقلوب والكلام ده، مش مصحة جنون. احنا محتاجين نخش مصحة ما فيهاش دوبامين، ما فيهاش حاجة تحفزك كل شوية، ما فيهاش حاجة تزعلك كل شوية. كفاية الفيسبوك صفحة وفيات، يعني مش عايزين اشتراك بس. كفاية التطبيق الازرق ده صفحة وفيات، انت شغال فيه يعني ده مات ده مات ده مات. هتخش على التطبيق البنفسجي او البتاع يعني، ده تحفيز، ده حقق حلم، وده عمل مش عارف ايه، ده عمل مش عارف ايه. هتخش على اليوتيوب شاهد قبل الحذف، لعبة مش عارف ايه نزلت جديدة، تليفون مش عارف ايه نزل جديد، اخبار، العاب، ترفيهي، محتوى مش عارف ايه. انت محتاج تخش مصحة ما فيهاش الحاجات دي. تقفل ده اهو، والله العظيم تقفل ده اهو، تحطه في الدرج، تقعد بدون اي حاجه كده فتره حلوه. تقعد بقى تشتغل، تقعد مع اهلك، تخرج. المهم ما يبقاش في تليفون، ما يبقاش في نت في حياتك اصلا، يعني فتره حلوه بجد. وكتجربه انا فعلا بطبق الحاجه دي دلوقتي بقالي تقريبا من 20/6 او 25/6 حاجه كده 2025 لغايه دلوقتي ما انا بصور. تاريخ 7/7 لغايه ما الفيديو هينزل، الله اعلم هينزل امتى. ده كله انا معيش نت، حتى الشريحة ما فيهاش رصيد وقافلها، محدش بيكلمني، قاعد مع نفسي. يوم ما هتفرج على حاجة بجد، يوم ما هتفرج على حاجة هيبقى بودكاست أو مسرحية، المهم حاجة معدية الساعة على الأقل. لو حبيت أتفرج على حاجة فعلا فهتفرج على دي. غير كده انزل روح الجيم، انزل اخرج، انزل اتمشى على البحر، انزل اتمشى من غير بحر، انزل اقعد على القهوة، شوف وشوش جديدة، شوف ناس جديدة. ما تتعاملش مع النت، ما تتعاملش مع النت، ابعد عن التليفون ده شويه. فتره هتلاقي يعني بدات تعرف تركز في المذاكره شويه، فتره كمان هتلاقي بدات تطول في المذاكره شويه، شويه بعدها والله العظيم هتحب المذاكره. هتحب ان انت تقعد كده ما حوالكش حد، تقعد تجيب الكتاب وتقعد تذاكر ان شاء الله، يعني هتحبها. حتى لو ما حبيتش تبقى على الاقل مش كاره الموضوع، مش كل شويه 5 دقايق تشوف ده عمل ايه، وتشوف ده اصل ده مين بعت ستوري، وده مين بعت رسالة، واصل مش عارف ايه، وده فيديو نزل فيديو جديد. وهتلاقي حياتك انت قادر تركز في حاجة واحدة، قادر تعيش فعلا حياة زي اللي انت كنت عايز تعيشها، حياة زي اللي انت عايشها من زمان، اللي هي فترة قبل كورونا. احنا عايزين نرجع لفترة قبل كورونا. افتكر انت قبل كورونا، انا ولا كان معايا تليفون ولا كنا بنعمل حاجة. كانت الترفيه بتاعنا يا اما تقعد مع اهلك، يا اما تخرج مع اصحابك، يا اما تقعد تتفرج على التلفزيون، برنامج مش من اختيارك اصلا او فيديو مش من اختيارك اصلا، مدة طويلة تقدر تركز فيه، تندمج معاه، تعيش فيه فعلا. مش كل شوية هتعيش قصة حد ده مات وده عاش وده نجح وده خسر وده فشل وده عمل وده نيل. ففعلا الدوبامين لازم يقل. الدوبامين ده هرمون انت بتفرزه لما تشوف حاجة تعجبك، حاجة حلوة. لو شفت فيديو ضحكك دوبامين، شفت فيديو عجبك دوبامين، شفت عربية عجبتك دوبامين 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 دوبامين. الدوبامين ده كله على المستوى فوق الطبيعي، فجسمك بقى محتاج حاجة فوق الطبيعي عشان تحفزه، جسمك بقى محتاج حاجة فوق الطبيعي عشان تقدر تركز، جسمك بقى محتاج حاجة فوق الطبيعي عشان تقدر تفرح. التليفون ده بقى وباء بالنسبة لنا، ان هو المستويات الطبيعية بتاع الإنسان يا إما حلها كلها يا إما خسف بيها الأرض كلها. فمستوى التركيز ده من المستويات اللي اتخسف بيها الأرض، فلازم تبعد عن التليفون شوية وبس كده، وفي أمان الله.